الرؤيه والرساله اللي حضرتك يعني حريصه على نشرها دي او بتحاول تعملها خلت بعض الطباخين بعض المطاعم يحسوا ان حضرتك بتحاربهم عن طريق التشكيك فيهم، هل ده صح؟ اكتر حد بيثبت الطباخ والطاهي المصري هتلاقيه هو اللي بيطلع اللي عنده في كتاب، صح ولا غلط؟ لو حد في دماغه عبقرية في الطهي ومات، اخباره ايه؟ خلاص راح. الموت ده موجود ولا مش موجود؟ موجود طبعا. هل في حد يقدر يضمن انه حي؟ لا طبعا. طيب انا عندي حاجة، لما يكون انا عندي حاجة وبديها للناس وبحطها بأسس عشان تطلع، هل ده الصح؟ ولا حضرتك قاعد تقول لي نفس؟ طب النفس هشيله ازاي؟ طب هفتح بيه مطاعم ازاي؟ هفتح 100 مطعم بنفس ازاي؟ في ناس يقول لك ايه؟ طب في ناس بيكتبوا لنا يقول لك طب الدليل انك انت كوبايه الشاي الواحده بيعملها كذا حد وتطلع مختلفه. لا، لو جبت لي مليون حد هخليه يعمل الكوبايه بشكل واحد. مفيش حاجه اسمها كده. لو درجه الحراره واحده، الميه نوعيتها واحده، الشاي واحد، بتحط فيه ايه؟ بتعمل كذا، هيطلع كل واحد. طيب هيزعلوا برضو، بس ازعل، انا مش ماليش دعوه انت زعلان او غير زعلان. الحق حق والحقيقه هي كده. عايزين ننشر اكلنا المصري، اسالكم حضراتكم واسال اي حد بيسمعنا، اكل المصري منتشر في العالم ولا لا؟ منتشر. الاكل المصري منتشر في دول العالم؟ لا مش في كل دول العالم طبعا. الاكل المصري احنا عندنا يعني اكل مصري منتشر في العالم؟ منتشر في بعض الدول. ليه دلوقتي في دول فيها مطاعم يعني مصريه اوروبيه؟ في اوروبا في برضو يعني معظم اوروبا فيها مطاعم مصريه، وكل دول العربيه فيها مطاعم مصريه. يقصد انها مش بالدرجه الكبيره يعني. لا هو مش منتشر. الاكل المصري غايب. غايب غيبه وحشه. مش موجود. الاكل المصري، المطاعم المصريه منتشره في العالم؟ لا. هل احنا عندنا مطاعم مصريه منتشره بسيستم بحاجه؟ لا للاسف لسه. احنا يا دوب دلوقتي بدا في الكام سنه الاخيره نتحرك. بس التحرك عشان تدفعوا اكتر، دي نصيحتي للناس كلها، اصحاب المطاعم بالذات. الناس اللي عايزه تفتح مطاعم، رجال الاعمال اللي عايزين يفتحوا مطاعم، مش معنى انك عندك كام مليار انك تقدر تفتح مطاعم. لازم تعمل سيستم قبل ما تفتح المطعم. افتحه في كتابك، اعمل ادي شكل مطبخك، ادي اللوجو بتاعك، ادي الحركه بتاعت المطبخ ازاي، ادي ادي الايتم اللي هتعملها، الانواع اللي هتعملها، و بتتعمل ازاي وطريقتها ايه. بس عشان موضوع عدم انتشار الاكل، اقصد عدم انتشار المطاعم المصريه، لان انت ممكن تكوني الاكل المصري طبعا معروف. طبعا. يعني مثلا كل العالم العربي عارف الكشري وعارف مش عارف الفول والطعميه. دي اسماء اكلات، بس احنا عندنا اكتساح. لا يعني في الفول والطعميه طلع كذا حد وبدا ماشي، بس هل انتشر بسرعه؟ بس مش زي اكلنا برضو. اكلنا مفيش احسن منه، ده حقيقي. الطباخ المصري عشان بس ما الطباخ المصري اللي بيطلع من ايده، حتى اكلنا دمه خفيف. ده حقيقي. عندنا اكلات دمها تحفه، زي روحنا زي روحنا. والله روحنا بتتنقل في الاكل، ده حقيقي. شخصيتنا روحنا، مفيش حاجه اسمها كده.